خوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم. في البداية نتاع هاد الحلقة غادي نتكلموا على بعض المستجدات واللي توصلنا بها بخصوص الملف ديال البوليسي هشام بورزة. فالمصادر الخاصة كتقول بأن وكالة الكراء السيارات بالدار البيضاء زائد السائق الخاص نتاعها، فهي اللي كانت المفتاح في عملية إيقاف عصابة الريفي واللي تم القبض عليه بمدينة السعيدية. كما أن حسب المصادر فإن العصابة نتاع الريفي فغادي تكري واحد السيارة فارهة من نوع أودي من هاد الوكالة لكراء السيارات واللي كاينة في مدينة الدار البيضاء، والهدف هو التنقل إلى مدينة السعيدية. ولكن فهاد العصابة ما اكتفوش بكراء سيارة فقط، بل غادي يستعنوا حتى بخدمة السائق الشيفور. فهما كراو السيارة زائد السائق الخاص بهم واللي كيشتغل في هاد الوكالة. إذن فالمعلومات اللي خدتها الأجهزة الأمنية من طرف هاد الوكالة فهي اللي مكنتهم من تتبع الآثار ديال هاد العصابة الإجرامية، زائد تتبع ومراقبة تحركات السيارة اللي كانت كتحتوي على GPS. فالعصابة وبمجرد أنهم كراو واحد الشقة فغادي يحطوا الطوموبيل حدا الباب تاع الدار، وما هي إلا سويعات قليلة وهما يجيو عناصر من الفرقة الوطنية زائد رجال DST، وغادي يقوموا بدهم هاد الشقة بعد ما حاصروا المنزل بشكل كلي. زائد واحد النقطة أخرى، فبين هاد الربعة ديال المعتقلين كانت معهم فتاتين اللي واحدة فيهم كانت مصابة بكسر على مستوى اليد، زائد أنها كانت دايرة جبيرة بمعنى القبص. وهاد العصابة فهي كتخضع للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، وتشرف شخصيا الوالد خيسي على هذا الموضوع. وحسب المصادر فاليوم غيكون تقديم هاد المجرمين عند الوكيل العام بالدار البيضاء، واللي غادي يستنطقهم كذلك بعد ما كيتوصل بمحاضر الشرطة القضائية، والأكيد أنه غادي يتابعوا في حالة اعتقال مع تحويل الملف إلى قاضي التحقيق اللي كذلك غادي يقوم باستنطاقهم بشكل تفصيلي. ومن بعد ما ينتهي التحقيق من كتابة المحاضر زائد الفترة ديال التحقيق فهي كتوصل حتى لسنة أبخي كيتم تحويل الملف إلى الجلسة، وديك الساعات كتبدا المحاكمة الفعلية ديال هاد العصابة واللي تقدر تستمر حتى 3 سنوات. وبالتالي فاحنا كنتكلموا على واحد المسطرة اللي هي طويلة. واحد النقطة أخرى، فالكسر اللي كان على مستوى اليد ديال الفتاة اللي تعتقلت بمدينة السعيدية، فهذا تأكد الواقعة نتاع الشجار اللي وقعت ما بين البوليسي وما بين هاد العصابة. زائد النقطة نتاع الشيفور اللي كان كيسوق بهم الطوموبيل وكيشتغل في نفس الوكالة ديال كراء السيارات. فهنا كيبان بأنهم كانوا دايرين واحد الخطة اللي ما غاديش يرجعوا فيها إلى الدار البيضاء، وبالتالي داك الشيفور هو اللي غادي يتكلف بإرجاع السيارة إلى وكالة السيارات. وهنا بغاو يلعبوا أذكياء، فالوكالة اللي كتكري السيارات ففي حالة اختفت وما رجعاتش لهم، وهما في الأصل كانوا دايرين باش يهربوا إلى الجزائر أو إلى منطقة أخرى، فهنا غادي تضطر الوكالة باش تبلغ، ولكن هما باش يتفادوا هاد التبليغ فاخداو معاهم حتى الشيفور اللي غادي يقوم بإرجاع السيارة. بالإضافة فالمحققين تاع الفرقة الوطنية زائد المحققين ديال DST فدك تقول عصابة بالاستنطاقات، فما كاين لا نعاس ولا راحة. وداك المتهمين الأربعة فلحد الساعة مازال ما شافوش النعاس، وغدا غادي يدوزوا أول أيام ديالهم في السجن، فإما غادي يديوهم إلى سجن عكاشة أو إلى سجن عين البرجة. ودابا غادي ننتقلوا للمحور الجديد.